ازيكم؟ ايه رايكم تيجوا النهارده اوريكم طريقه حلوه قوي نعمل بيها عجينه البيتزا في البيت، وبطريقه سهله جدا، وبجد العجينه هتطلع طريه وهتعجبكم قوي. هنجيب كوبايتين من الدقيق. انا هنا عامله بيتزايه واحده كبيره. كوبايتين من الدقيق وعليهم معلقه من البيكنج باودر، ومعلقتين من اللبن البودر، وهنحط عليهم معلقه من الخميره، ومعلقه من السكر، وذره ملح، واهم حاجه بقى معلقه كبيره من الزعتر. وبعد كده نقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعض، وهننزل عليهم بمعلقتين من الزبادي ومعلقة من الزيت، اي نوع زيت. وهنخلط بقى المكونات دي كلها مع بعض، ونكون مجهزين جنبنا كوباية من المية الدافية، ونحط جزء جزء كده من المية، ونبتدي نعجن لحد ما العجينة تلم معانا. هي غالبا هتاخد معايا نص كوباية من المية. اهم حاجة في اي عجينة بتعملوها ان انتوا تخدموا العجينة كويس في العجن. كل ما العجينة اتعجنت كويس قوي واخدت وقتها، كل ما بتطلع معاكوا حلوة جدا. بعد كده حسيت ان هي محتاجة شوية دقيق، اديتها رشة من الدقيق وكملت عجن. نقعد حوالي 10 دقايق ربع ساعة بنعجن العجينة. بعد ما نلمها وخلاص هندهن البولة بتاعتها زيت، وبعد كده هنغطيها ونسيبها تخمر. هتاخد حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع. ونجهز بقى صلصة البيتزا. هنجيب طاسة او حلة نحط فيها زيت وعليها توم مفروم. اول ما لونها يتغير ننزل عليها بعصير طماطم فريش، ونحط عليه فلفل اسود وزعتر، بس كده، وسيبوها تتسبك. كده العجينة بتاعتي خمرت. كون مجهزة صينية مدهونة زيت وبعفرها كده بالدقيق. مش محتاجة نشابة، هو هعملها بايديا وافرد العجينة كويس على الصينية. اول ما تتفرد خلاص، اهم حاجة ما تنسوش خطوة الشوكة عشان العجينة ما تطلعش من جوه مش مستوية. اهم حاجة عشان بتستوي كويس قوي. بنخرمها كويس بالشوكة. وبعدين كل اللي جاي ده بقى اختياري. هنحط صلصة البيتزا طبعا بتاعتنا، وبعد كده عايزين تحطوا جبن، تحطوا سلامي، تحطوا تونة، بصل، فلفل، طماطم، زيتون، اي حاجة انتوا عايزينه. دي بقى حرية شخصية. انا هنا اخترت ان انا اعملها بالجبن بس، وحطت لها ميكس كده من الجبن السوري. وبس كده دخلت الفرن وطلعت زي ما انتوا شايفين. بجد العجينة كانت طرية قوي. انا ما كنتش عارفة امسكها كويس عشان سخنة كالعادة، بس بجد كانت حلوة قوي، وكانت العجينة طرية جدا. اهم حاجة زي ما اتفقنا، لو بتعجبكم وصفاتي ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو حركة الاكسبلور. ولازم تجربوا طريقة العجينة دي. لو مش بتحبوا تعملوا العجينة في البيت، جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وبس كده، البيتزا بقت جاهزة. يلا باي باي.